يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. انا معايا بتاع كيلو ونص بطاطس، قشرته كده زي ما انتوا شايفين. حاطه بوق على النار في ميه بتغلي، نزلت بذره ملح صغيره جدا وابتديت اسقط البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، زي ما هي سليمه. حطيت نقطه الملح ليه؟ عشان البطاطس تفضل حافظه لونها ما تغمقش مني. انا هعمل ايه؟ انا هعمل بطاطس محمره. لو رجعتوا لسندوتشات البطاطس السوري، هي دي البطاطس اللي انا قلت لكم هوريكم طريقتها. انا كده حطيتها في الميه وهصن اروح واجي عليها. انا مش عايزه اسويها سويه كافيه ولا نص سوا، ربع تسويه. هبتدي اشك كده بالسكينه او بالشوكه، ان دخلت معايا بسهوله انا كده يبقى هي استوت معايا زي ما انتوا شايفين. جايبه مصفى تحتيها حاجه، هبتدي اطلع البطاطس وهوزعها بعيد عن بعضها كده عشان تبرد معايا واعرف اتحكم فيها اقطعها. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اول ما تبرد معايا كده، هي بردت، انا مسكتها بقطعها بالطريقه ديت. الطريقه اللي تريحك، هتقطعيها مدوره هتقطعيها صوابع. المهم ان التقطيعه ما تكونش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، لان رفيعه معاكي بالوضع ده كده هتتكسر منك ومش هتديكي نتيجه كويسه. انا عايزاها بالسمك كده، اهو زي ما انت شايفه كده. انا كده خلصت الكميه كلها، انا خرطتها. تعالوا هنا معايا طبق هحط فيه حبه كركم ومعلقتين زيت من بتوع الاكل، لا اكتر ولا اقل. حبه ملح، حبه فلفل اسود، حبه كزبره، حبه كمون، التوابل اللي انت تحبي تحطيها، وهتدمجيهم جدا كويس كده ببعض. انا هنا جبت سقط الفرن، لبستها ورقه فويل عشان ما تبهدلش الدنيا. ما عندكيش خلاص استكفي بده، عندك ورقه زبده ماشي حطيها. هتحطي نص الخليط في السرفيس بتاع الفرن كده على ورقة الفويل، وهتوزعي البطاطس كده بطريقتك بالراحة، وهتمشي ببقية الخليط بالفرشة اهو زي ما احنا شايفين. والباقي هنكبه، مش هنخلي حاجة. وعلى فكرة ممكن بعد ما تطلعي البطاطس دي تستفيدي تاني، هتلاقي برضو زيت عليها. وهتشوفي ده في الاخر بنفسك. تقلي عليه بتنجان في الفرن بطريقة الفرن، هبقى اوريها لكم. تقلي عليه بطاطس تاني، دخلي عليه كفتة، مش هيخسر معاكي. كده هي جوه الفرن، انا بروح واجي اقلب فيها لحد ما تديني النتيجة اللي انا عايزاها. ما تنسوش لو عجبكم تفعلوا زر الجرس، بتدعموني وتقولوا لي ايه رأيكم. شايفين الجمال؟ هبتدي كده انا اطلعها من السرفيس، احطها في الطبق وهتشوفوا الشكل النهائي ليها اهو. جميلة وروعة. وادي الزيت اللي هيبقى تستهلكي في حاجة تانية. يا رب اكون احسنت. باي باي.